السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي ما اشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نعمل مع بعض النهاردة الهريسة بطريقة سهلة وحلوة وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف المقادير والمكونات معانا ايه النهاردة. اول حاجة بقى هبدأ بيها هو شربات كده تقيل انا هعجن بيه الهريسة بتاعتي. حطيت كوباية من السكر، عليها نص كوباية من المية. اول بقى ما تبتدي تغلي كده هقلبها وهنزل عليها بعصرة ليمونة. هسيبها بقى على النار هادية لمدة ربع ساعة لحد ما تتقل معايا خالص، وبعد كده هطفي عليها. هنا معايا 4 كوبايات من السميد، عليهم كوباية من الدقيق، عليهم كوبايتين من جوز الهند، عليهم كوباية ونص من السكر. نزلت بكله على بعضه كده، وبعد كده نزلت بكوباية الا ربع من السمنة. هقلبهم بقى كده في بعض. بعد كده هنا بقى هستخدم ايدي، هفركها بقى بايدي كده. بصوا بقى كده بقت عاملة معايا ازاي. هنا بقى معايا كوباية من اللبن، معايا كوباية الا ربع من العسل التقيل اللي احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو. هنزل عليهم بكيس من الفانيليا او معلقة من الفانيليا السايلة. هفضل بقى اقلبهم في بعض كده لحد ما يدوبوا. بعد كده بقى هنزل بالخليط بتاعي. هفضل بقى كده اقلبهم في بعض لحد ما يتعجنوا معايا خالص. انا قلبتها بالسباتولا وبعد كده بقى عجنت بايدي. هفضل اعجن بقى فيها لحد ما احس ان المكونات كلها بقى كده دخلت في بعضها. بصوا بقت عاملة معايا كده، بقت طرية خالص. معايا هنا بقى صينية دهناها كده زبدة او سمنة. بعد كده هنزل بقى بالخليط بتاعي. هسويها بقى كده في الصينية. هنا بقى معايا مية، هساوي السطح بتاع الهريسة بالمية بالسكينة كده، هحطها في المية وبعد كده هساوي سطحها عشان يبقى السطح بتاعها كله متساوي. بعد كده بقى هجيب السكينة بتاعتي كده وهحددها، مش هقطعها يعني، مش هنزل بالسكينة لتحت، لا انا هحددها كده بس من فوق. والخطوة دي اختياري يعني براحتكم، ممكن ما تعمليهاش كده، ممكن بعد ما تطلع تقطعيها على طول. هنا بقى حددتها كلها وخلصت. هنا بقى المكسرات على حسب انت ما تحبي، ممكن تعمليها ساده، ممكن تحطي لها فول، ممكن تحطي لها اي مكسرات تعجبك يعني. وبعد كده ادخلها فرن سخن على درجه حراره 180. اول ما تحسي ان اخدت معايا لون من تحت، هولع عليها الشوايه تاخد لون من فوق، بس لون مصفر خفيف يعني. الهريسه مش بتبقى حمرا زي البسبوسه. هنا بقى هنعمل الشربات بتاعها. معايا كوبايتين ونص من السكر، وهنزل عليهم بكوبايتين من الميه. هولع بقى عليهم النار. اول ما تبتدي تغلي كده هنزل عليهم بنص معلقة ملح الليمون، وهقلبهم بقى كده في بعض.
هسيبهم بقى 5 دقايق بالظبط على النار، وبعد كده هطفي عليها. انا عايزه الشربات بتاعي يبقى دافي، ما يبقاش سخن قوي، البسبوسه سخنه والشربات دافي. بعد ما طفيت عليها انا نزلت عليها بمعلقه من الزبده، ودي اختياري، بس الزبده بتخلي طعم الشربات حلو قوي. ونزلت كمان بكيس من الفانيليا. هركن بقى الشربات بتاعي يهدى شويه. هنا بقى كنت خرجت البسبوسه بتاعتي، البسبوسه سخنه والشربات هدي شويه مش سخن قوي. هنزل بقى بيه كله كده. بصوا انا عايزه الهريسه بتاعتي تبقى بصوا عايمه في الشربات، يعني هي هتشرب كل الشربات ده دلوقتي. هسيبها بقى لحد ما تشرب كل الشربات ده، وبعد كده اوريها لكم. بصوا هنا بدأت بقى، بصوا شربت كل الشربات. هقطعها بقى انا كده. بصوا انا كنت قطعتها بجد تحفة، جربوها هتعجبكم. الهريسة بتاعتنا بتبقى تخينة كده، مش بتبقى سمكها رفيع، بجد طرية ومرملة وحلوة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. وبكده خلص الفيديو معانا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.